جناحات السلام مكتوب عليه حكم القدر تفرد جناحات السلام والتوسط نور السفر زي نجمة في قلب الظلام. وهديك قيامات البحر وهديك مجال دي في النهار بتنادي ليه شمس المطر بوابة الليل الطويل شباك فاتح للقمر. يا دنيا دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان، درب الرحيل لغير مكان خطوة في نص الطريق مجهولة خطوات الأمان نجمة بتلوح في البعيد وتغيب وسط سحب الدخان. يا دنيا دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان، درب الرحيل لغير مكان خطوة في نص الطريق مجهولة خطوات الأمان نجمة بتلوح في البعيد وتغيب وسط سحب الدخان. يا دنيا دوري دوري يا زمان، 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 دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان. ماشي يا اخي جيب يا زول يا زول ماشي يا زول يا زول يا زول ماشي يا زول جيب يا زول يا زول جيب. يا خالتي انت دايما كنت اقرب الناس لنا ودايما فاتحين لك قلوب ونحكي معاك في اي حاجه. وبالذات انا يا خالتي، يعني يمكن اكون صريحه معاك اكتر من امي. عشان كده يا خاله نحن جيناك عشان نحكي معاك عن موضوع خالي خالد. السيرة دي عادي انت عارف. عارف عارف انها غلط ومن المحظورات ومن الممنوعات، بس يا خالد غلط. احفوني من السيرة دي، ريحوا بالي يا اخواني. خالد ده خالنا يا خالتي، يعني ما ممكن نقوم نعاين له ويتشرد كده. بس يا خالد ده ما عدل، كفايه انه غلط واخطا ويتعاقب، المفروض بعد كده يرجع لنا. حاسد على خالكم ده، مسح علي حياة الدنيا، مسك علي عيشتي، لكن اسوي شنو؟ هو براه اللي اختار السكة دي. انت كده الاول ورينا السبب شنو خلاه بقى كده، ورينا الحياه دي احنا ما عارفين عنها اي حاجه يا خالتي، لازم يكون في سبب وداه في السكه دي، في شنو يا خالد؟ من يوم وقام شراني، خلى المدرسة وبرا أصحاب السوق، كل يوم عنده مشكلة،
يا فالك يا مفلوق يا ضارب يا مضروب. الجيران اشتكوا، ناس الشارع اشتكوا، الأهل اشتكوا، وأبوي الله يرحمه قدر ما دق فيه، ما عرف حاجة فيه، وهو زايد في الزايد فيه. وهو دخل السجن 200. في الأول دخل الإصلاحية، مسكوه هو أولاد تانيين، كسروا لهم دكان وشالوا فيهم. طلع من الإصلاحية دخل السجن، ومن السجن ليه سجن. كل يوم نحن تعبانين ما عارفين محله وين، وسنين سنين سنين نشوفه، وسنين ما نعرف محله. أبوي بالمغص الله يرحمه توفى، وبعد شوية لحقته أمي الله يرحمها. بقينا ما عارفين محله وين زي ما قلت لك، وبقينا خاتين لنا في قلوبنا. يا خالتي ما أعرف، لكن في حاجة كده بتشدني يا خالدة، ارتباط كده بيني وبينه، شعور مبهم كده ما قادر أفسره. برتاح لسيرته. أنا داير أقعد مع خالدة، داير أقعد وأتناقش معه وأحكي معه، أفهم منه كل الحاصل. حسي انت وين يا خالي؟ اسبوع يا اشول، اسبوع يا اخي، انا قلبت عليك الدنيا دي كلها ما خليت لك محل. والله يا ضب مشتاق لك، والله يا والله العظيم انا شوقي بحر. يا الله ما معقول يا اخي، عامل كيف انت؟ عامل كيف يا اخوي؟ والله تقول شنو يا ضب يا اخي، اخوك لما ضاقت به الوسيعه وتقفلت عليه الطرق والاهل ابوني، ربك رب الخير هو اللي البيت ده حق زور راجل معرفة كتر خيره، بيت عشوائي، فقال لي اسكن فيه على الاقل تحرسوا لي. ما الدنيا بخير يا صاحبي. يا زول كيف الدنيا فيها ناس الخير يصابقوا على الخير. ايوه والله جلال الله والله العظيم صدقت والله. وانت عامل كيف؟ وانا طالع من السجن لاف يا صاحبي لحد حسي ما رسيت، ما عارف اقبل وين. واهلك طردوك؟ اهلي يا اشول، احنا يا اخي ما بقينا منبوذين وحكايتنا بطاله جدا. اهلنا دي سببنا لهم مشاكل لا تحصى ولا تعد، مشاكل ما بتتعالج كله. عشان كده حقه نسيبهم في حالهم يا اخي، خليهم. وانت عامل شنو؟ اعمل شنو يا اخي؟ وانا غايته في السجن اتعلمت النجاره والميكانيكا وتعلمت الحداده ذاتها. جميل جميل جدا، نشوف لك ورشه تشتغل فيها، ده اذا كان ما طردوك. بريحونا لكن يا اخي خلق الله بريحوني لكن يا اخي. تذكر ايام زمان يا الضبه، تذكر ايام زمان اتخن تخين ما يقدر يعاين ليك عليه الطلاق، اتخن تخين، واي زول لما يسمع اسم ضبه تجوه الرجفه، الطير في السما كان بيرجف يا ضبه. زمن يا اخي، زمن يا اشول، زمن جاهليه ده يا اخي، الله لا عاده يا اخي. اي والله. يا اخوي ان شاء الله تبت. الحمد لله توبه نصوحه، والله توبه نصوحه. لا بيني وبينك والله يا ضبه قاعد اكذب عليك، توبه نصوحه والحمد لله. كفايه بلاوي يا ضبه. يا ضبه زمان الواحد فينا لما يجي ماضي خلق الله كلها تاشر عليك. اعوذ بالله. ده كشول المجرم ده هنا جاب شنو؟ اعملوا حسابكم، ناغ عليه وعلى نيه شويتين كده يا زول، الحجاره تقع عليك في راسك، العكاكيز البراطيش، ما انه مال البلاوي يا حبيبي. الله نكون من الشاكرين، غير صلاتنا ما عندنا اي شيء. لكن ما دفعنا الثمن غالي يا شوال، غالي جدا من عمرنا يا اخي. ما عارف الجراني الا السكه دي شنو. انا كنت ماشي في السكه دي بدون وعي وبدون تفكير. ما عارف الجراني الا سكه زي دي شنو. ضميري ابدا ما مرتاح. يا ريت ضميري يريحني يا اشول، يا ريت. ده شنو ده؟ الباب بيدق. في زول بيجيك هنا يا صاحبي؟ لا ده بيكون حاج خويا اللي ده. ما اعمل لك مشاكل لا ولا كده يا اشول يا اخي؟ لا ابدا، راجل طيب جدا جدا، احتمال كبير جدا يكون جاب لنا الغداء ولا حاجه زي دي. الراجل مشكور والله العظيم، طوالي بسجل لي زيارات هنا، ومرات يعزمني هناك في بيته، حاجه زي دي كده امشي اشوفه. يا خويا يا اخي التعب لزوم وشنو يا اخي، كتر خيرك يا اخي، بارك الله فيك يا اخي، فضايلك علينا كثير والله العظيم. ما في تعب،
الله يخليك. قال معك ضيف. معي ضيف. اتفضل تعال شوفه. على مشي بارك الله فيك. ما تفضل شويه عليك. ما مستعجل على مشي بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يخليك. الله يسلمك. الله يحييك. بارك الله فيك. نفسك تناول الترابيزه دي. يا ست. يا لطيف يا رب العالمين. ده زولك جاب الغداء؟ والله الراجل طيب جدا جدا، كتر خيره. الراجل مشكور. الله يكتر خير يا كتر خير، والله يفتح عليك. الراجل مشكور، تصور طوال يجيب لي الاكل ومرات يعزمني في بيته. الله يفتح يا اخي عليك. راجل، والله راجل ما اقدر عليه يزاوي على الاطلاق. الدنيا ما بخير يا شول يا صاحبي. يا زول تفضل. الدنيا ما بخير، ما تقول جعان ميت عليك امان الله جعان جوع. روحك الكبير يا مان. لا اله الا الله محمد رسول الله. شميت ريحه مصاريني. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع مني نصيحة يا عادل، اوعى تستجيب للاستفزاز، لأنه ده العدو الأول بالنسبة للمحامي. بس يا استاذ عبيد تعال تأكد أنت، بمجرد ما انفعلت وطلعت من طورك خسرت القضية، لكن لما تحافظ على هدوءك ورزانتك وتجاهلك لطعنات الخصم دي بتديك فرصة إنك تنتصر وتكسب القضية. بس يا استاذ عبيد ده انسان غريب جدا، عنده اشارات وتلميحات ما مهذبه ابدا. قصد يهزك ويدمرك. انت لما انفعلت رجحت كفته في القضية. استاذ عبيد انا اسف، انا الظاهر علي تهورت بس وانفعلت شويه كده، والنجح انه يستفزني. ولا يهمك يا عادل، ده حقه درس تكون استفدت منه. بالمناسبة انت حيكون لك شأن عظيم في عالم المحاماة، وانا عايز اقول لك انك كل يوم بتحقق نجاحات ما سهل. استاذ عبيد انا مهما كان برضه تلميذك، ده كله بفضلك. كله باجتهادك ومثابرتك، وعشان تمشي بخطة ثابتة لقدام حقه ما تخلي موضوع خالك ده يكون بالنسبة لك نقطة ضعف. ولاحظ انك كمحامي هتواجهك نوعيات مختلفة من البشر، نوعيات غريبة بتحاول تستفزك، والنوع غريب لئيم بحيتلائم معاك ويسيء لك. صدقني يا استاذ عبيد انا ما حخذلك ابدا، ودائما حكون عند حسن ظنك باذن الله. ما عندي شك في كده، بس حاول دائما تحتفظ بهدوءك وترسم على وشك ابتسامة. ابتسامة كده ما مفهومة. الابتسامة دي هتخلي الخصم يتلخبط ويثور، بكده تسحب البساط من تحت رجليه. تاكد اني حتذكر وصيتي دائما يا استاذ عبيد، اصله ما حنسى. في أحلك الظروف وأشد الأزمات خليك مبتسم. ابتسامة باهتة ما بتدي أي انطباع. ازيك يا كوتش؟ اشول يا اخي النهار كله والليل كله يا اخي قاعد لي في الاوضه زي الزنزانه دي يا اخي، ما تطلع يلاك نمشي نتمشى شويه يا اخوي. اصلك ما تتكلم في موضوع زي ده، انا هنا كويس جدا مرتاح يا اخي جدا. ما احسن تطلق رجلك شويه يا لا اخي. لا 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 يا صاحبي، انا قاعد كويس جدا مرتاح. ما طيب، تشغل طيب. نفسك بي كله. طيب هاك دي طعميه وعيش. يا حبيبي ما تعبتك وفول. معايا يا اشول يا اخي، تعبتك تعب يا اخي كتير تعب جدا شنو؟ يا اخي. تعب شنو يا ضب يا اخي؟ الكلام ده عيب يا اخي، ما تقول كلام زي ده يا اخي. يا اخي فضايلك علينا كثيره يا اخي. يا ضب يا اخي والله العظيم الواحد فينا كان يشتغل الليل والنهار، والله ما يعني ما ينسى فضايلك. انت يا اخي ما اصيل يا اخي، انت ما يا بتحترم ضب. العشره يا اخي، ما يا بتنساها. ضبة يا ضبة انت يا اخي فديتني بعمرك. في زول بيفضل زول بعمره، انا والله ما انساها، والله ما انساها مدى الحياه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. الدنيا لسه بخير يا اشول. التاجر كانت حيطته عالية وعامل فيها سلك شايق دبل، وكان عنده كلب أجارك الله بلدوزر أسد، بس أسد. خايف على قروشه الكثيرة المقزدسة من السوق. معاي ضبة والعيفة وعرقلة. احترنا منو اللي بيقدر ينط الحيطة دي. ضبة دق صدره قال أنا ده بنط لكم الحيطة. كلس ما بخاف. تلب جوا، الكلب هجم عليه، مسك الكلب ده كسر رقبته وجدعه بعيد.
قوي. فتح لنا الباب. الجماعة دخلوا، أنا وقفت جنب الباب. التاجر جمارق ومعاه جماعته. ايوه. كان معاه سلاح؟ كيف؟ طبنجة عيار 38. أنا ما عرفت الحاصل شنو. كنت واقف برا، حكى لي العيفة، قال لي ضبة هجم على الراجل، لو ايده قلع منه الطبنجة رماه بعيد وطقبوني يجدعوا هناك. الاثنين كمان هجموا، رفس دبوني وطق الثاني هوك، فك واحد بيجاي واحد بيجاي. والله اليوم ده خمينا جنس قروش كيسين مخدات ضبة ده ما كلس ما بيهاب. قتلت فيه. ضبة ما كان ذراع اليمين. معلش يا ريس، ده كان حالنا. بكرة ضبة يطلع ويتغير الحال إلى حال تاني. يا زول ما في ناس تتعب تعب، أمانة ما في ناس تسهر الليل وما تنوم. ضبة قول لهم كان ضبة جاي والله تشرب وما تروح. خوجلي اسمع يا شول، انت لما سكناك هنا اي عارفينك وعارفين طريقتك وعارفين اسلوبك، كمان لما سكناك تجيب لنا ناس مجرمين ومرددين بتاع سجون، تطلع والله انا اقوم اشيل بيك مثلا حل كده يطلعوك زي ما ده الكلب. معلش يا معلش خوجلي كلام يا فارغ. خوجلي يا اخي انا ممكن اشرح لك. ما دار الشرح ولا دار كلام فارغ، انت لما تجيب لنا زول تجيب لنا الضبه. يا خوجلي خليني اشرح لك. الراجل تاب، من تاب تاب الله عليه. يا زول هوي انت وهو ما دار انكم في البيت ده تطلعوا لي الاثنين. يا خوجلي خليك انت هنا ارتاح يا اخي، انا بمشي بطلع عليك انا ده. بطلعوا انا ده وكتفوا ودقوا وامسكوا. ما في. دماغك منها والله انت ما سمعك فيها.
تفضل. وصلت ليه يا استاذ عماد؟ ايوه يا عادل. نعم. بنت انا هدى بدر الدين. ايوه ازي حالك؟ اهلا وسهلا. كيفك؟ الله يسلمك. ابوها رئيس صديقي جدا. ما تبي تخرجت من كليه القانون ونجحت في المعادله. مبروك يا استاذ. الله الف يبارك مبروك فيك. والله. الله يسلمك. وجاي هنا عشان تتدرب معنا. ما شاء الله والله. يا مرحبا. عادل عباس. اهلين تشرفنا. انا بعتبره الله معلمي يسلمك. في المكتب هنا. الله يخليك يا استاذ. بعتمد عليه في كل كبيره وصغيره. الله يخليك يا استاذ، شكرا. بالمناسبه دي فرصه عشان تمشي معاه المحكمه وتشوف الحاصل هناك بنفسك. دي فرصه حقيقي، لانه قبل شوي انا كنت حمشي المحكمه طوالي. خلاص يا هدى ممكن ننزل طوالي. طيب تبدي من اول يوم معنا. عن اذنك يا استاذ. تفضل. طيب عن اذنك استاذ. اتمنى لكم التوفيق. ان شاء الله. فلتت مني في اللحظة الأخيرة يا ريس، لكن مع عربية فارهة VXR ما بخليها أنا بالمناسبة. شفت بس لحظات كده وغتس لك حجر أبو أهلها. معني يا كورناف. أيوة يا ريس. تمشي تفرتقها غادي. البوليس اليومين ديل خدت عينه على الزريبة. معقول يا ريس أنا أكرر الغلط ده تاني؟ الجنازة نقتلها ونكفنها بعيض. أي بعيض. إذا نجحت في إثارة الشك في أوائل الاتهام تأكدي إنك كسبت القضية. بعدين يا هدى مهما كانت الأدلة قوية ودامقة، إذا قدرتي تطعني في أقوال الشهود أو حتى أقوال شاهد واحد بس، تأكدي إنك كسبت القضية. في نماذج هنا كثير، أنا ممكن أوريك 2 أو 3. معلش يا عادل يا اختي، انت ما ممكن 4 ساعات قضايا؟ نأجلها شويه كده. هدى معلش أنا آسف، ما انتبهت للوقت حقيقي. أكيد دوشت لك راسك مش كده؟ لا بالعكس، دي كلها معلومات مفيدة لأنها مأخوذة من الواقع المعاش، يعني نتائج حياة كثيرة. تمشي البيت؟ لا شوية كده. طيب إيه رأيك في شاي فاهم؟ والله ما تقول محتاجة ليه؟ بس كده؟ طيب نحن ننزل الكافتيريا تحت نشرب شاي ونجي طالعين. طيب يلا. راح. معقول؟ وبعدين؟ بعدين لما مشيت عايزة أتكلم معاه وقام اختفى. لكن الوداع لك هناك شنو يا رشا؟ يكون عايز يشوفك. والله عادي كان نفسي أتكلم معاه لكن ما اداني أي فرصة. الله يكون في عونك يا خالي.
الفاتح الفاتح ازيك الفاتح؟ ما عرفتني ولا شو؟ يا اخي انا خالد ولد عمك. يا مرحبا اهلا وسهلا. ازيك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ بارك الله الله يبارك فيك. أهلاً وسهلاً. ازيك انت؟ بارك الله فيك. سنين يا اخي ما تقابلنا. كيف حالك؟ الله يبارك الله يبارك فيك. الحمد لله. الاولاد ازيهم؟ كويسين بخير. انا والله العظيم شفت لما مرقت من السجن ناوي اجيك، لكن بس ربنا ما هون. خير الحمد لله. كيف احوالك؟ الله يبارك ان شاء الله كويسين. الله يسلمك. اولادك تمام؟ كويسين الحمد لله. زمن يا ولد عمي ما تلاقينا. نعم. نسيت العشره انت ولا شنو؟ كيف حالك؟ احمد الله واشكر فضله. ومرقت من السجن 200 يا اخوي. مرقت لي فتره طويله جدا لكن الظروف كده ما سمحت لي، هو بس صدفه ربنا هو لما نفيك الليله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يسلمك. الله يعزك. اها طيب على اذنك انا ماشي والله مستعجل شوي. انت مش وين يا ولد عمي؟ انا في رقبتك انا ولا لا دقيقه بس يا ابويا في فوق. يا والله يلاقيني يا اخي. والله الفاتح ايام عجيبه جدا. بالله تتذكر ايام طفولتنا دي. ايوه يا اخي والله انت كنت ملعون لعنه ما عاديه. عجيب جدا. تقوم جبت تولع النيران، انت راس هوس كنت بالمناسبه، تولع النيران وتعمل لنا المشاكل وبعد ذاك تقوم تكب الزوغه. والله ايام يا اخي سبحان الله. تفضل يا خالد تفضل يا نجاة. نجاة ايوه تعالي سلمي على خالد ولد عمي. ازيك يا نجاة؟ اهلا. كيف ان شاء الله يكون ولد عمي ده مستور معك؟ كويس الحمد لله. وين الاولاد عشان اسلم عليهم؟ ما فيشين. والله سنين طويله انا ما جيت البيت ده يا جماعه. لا فعلا سنين والله العظيم هذا والله. الفاتح تعال. اتفضل خذ راحتك. تفضل كده براحه. اتفضل. امانه يا سرير ما جاك بلا. امش يا ولد عم امش، خليك من النسوان ديل، خلينا ناخذ راحتنا. يا الله تعبانين دمنا فايد يا الله، حاله صعبه خلاص. استغفر الله العظيم واتوب الله الكريم. الراجل ده جبته هنا ليه؟ الراجل انا ما جبته، الشربك فيني وجا معاي. شوف لك اي طريقه اصرفه من هنا، كمان داير القدنون. خلاص يا نجاة نتغدى بعدين نشوف له دبارة. بيجيب لنا شبهه ما بيقعد هنا ده. اسمع يا نجاة، انت عارفة خالد ده ولد عمي وزمان كنا بنلعب سوا وبعدين اسمع يا الفاتح، هاي الراجل ده يعني تطلعه من هنا، يعني لازم تطلعه من هنا قبال ما انا مش هطرده. خلاص انا بتكلم معاه. متردد السجون زي ده ما بيقعد في بيتي. ما بيقعد، قلت ليكي ما بيقعد يا اخي. خلاص يا اخي عليك الله، امشي جهزي لنا الغد، امشي. وانت عارف كان جني قام علي ما بسكت. الله يا لطيف، الزول ده لسه نايم؟ خالد ايوه قول بسم الله الرحمن الرحيم. قوم يا اخي اصحى، كفايه النوم. الدعم خذ لك حمام
تغدى. الله يا لطيف هون علينا يا رب. السجن كسر كلنا وكسر يسيمنا كله قدام. الله يا رب. الليل علي ما هينام. ربنا يهنيك. ها؟ كويس كويس. تعال اول حاجه سلم على عمك خالد وبعدين نجيب الغداء. نسلم عليه. ازيك يا ولدي؟ لا ما بسلم عليك. ها؟ ليه يا ولدي مالك؟ امي قالت لي انت حرامي. طيب ما في ما يسوي. بقول لك انا شنو ده؟ ادب. تعال يا ولد بلاش كلام فارغ. زول اكبر منك تقول له كلام زي ده؟ والله امي قالت لي. قالت لك شنو امك؟ قالت لي ما تسلم عليه. ليه؟ الزول ده حرامي قالت لي. انا قلت لك دي وليه هسه بقول لك ده ما يسلم عليه لانه الزول ده حرامي وليه هسه ما يسلم عليه ولا واحد في اولادنا بخط ايده في ايده. انت عارفه قال الراجل شنو؟ قال له انت حرامي ما بسلم عليك. انا اللي قلت لك كده. لكن ليه انا جاب؟ كده بس عشان تاني ما يعتب بيتنا ولا يعيب بيتنا. ده ما ولد عمي؟ وما يبقى ولد عمك. تقولي له كلام زي ده؟ وتقولي لي يا طفل الصغير زي ده؟ ده كلام فارغ يا اخي. ليه ده؟ الله ده مشى وين ده؟ خالد يا خالد معناها فات زعلان. برافو برافو يا عادل. اهو الشغل كده ولا بلاش؟ ده كله بفضل جهودك معانا يا استاذ. اجتهادك هو اللي وصلك لكده، وانا منتظر منك الكثير، وانا اهنيك يا ابني على النجاح ده. تلميذك يا استاذ، الفضل بيرجع لك. ها يا هدى، ان شاء الله يكون استفدت. طبعا يا استاذ اتعلمت حاجات كثيره. استمر مع عادل وانا متاكد انك حتستفيدي كثير. انا ما عندي مانع لو الاستاذ ما عنده مانع. عندك مانع يا عادل؟ والله هو طبعا يعني ممكن تستمر. والله يا استاذ ما اقدر اشكر لك قدامك، لكن حقيقي لقيت منها خير معاون. عندها ذكاء نادر، بعدين عندها حضور مميز. بس كفايه يقوم يصيب الغرور وبعدين تطلع فيها. انا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق يا ولد. ما بصدق انا كله يا اخونا يا ابن العم. ما ممكن لكن الكلام. منو؟ ده شو ده وده؟ طبة يا جوك يا اخي ما ممكن. كيف حالك؟ ازاي الحال يا اخي؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كيف معلم؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ والله بركة شفناك طيب. الله يبارك فيك. وين يا ضبة؟ قبض الجو زمن والله زمن كيف حالك؟ زمن. كيف الحال؟ احوالك؟ والله بركة شفناك طيب يا اخي. الله يبارك فيك. ها 200 طلعت من القفل وجيت وكده. والله انت تعرف مما فكوني يا جو. علي الايمان بالله العظيم ما خلت لك اي حته، قلبت الدنيا دي تحت فوق شمال يا اخي تسأل عنك العافية والله، تسأل عنك العافية. كيف حالك؟ اها الله يبارك فيك. قاعد في بيتكم ذاك ولا وين؟ بيتنا شنو يا حبيبي؟ بيت شنو يا اخوي؟ اي احنا تعرف نقدر نقعد في بيوتنا ماكل هون النازل. والله يا اخي برضه كويس والله. اها وانت كيف هسي؟ بطال غايته مرة كابس بجاي مرة كابس بينا، غايته اي ماشي نحمد الله مستر. لا والله بركة شفناك طيب. الله يبارك والله فيك. الحمد لله. وانت عامل كيف يا اخوي؟ والله يا اخي انا الحمد لله، لكن برضه طلعت من السجن هناك. ايوه قلت امشي اسلم على الاهل وكده. اها والله ما تصدق المشاكل اللي عملتها عليهم في البيت. لا. يا اخي اختي ديك تتذكرها مع راجله كل يوم مشاكلها قال بسببي انا. عشانك كده اخويا الاستاذ قال يا انا يا هو في البيت. اي قلت لكن يا يا عبيد جو يا جوك يا اخي مالك؟ قلت
لميت عندي قميصين كده خطيتهم في الكيس حبرتها فرتكتها يا خليه يعيشوا حياتهم يا اخي، احنا ما نعمل لهم ازعاج ثاني والله تعرف يا ولد عمي والله نحن لو جينا للجد الناس دي نحن حق مقدر ظروفهم يا اخي، نحن ما عملنا عمايل كعبه جدا جدا. ايوه عشان كده انا فهمتها وطوالي اتخارجتها طوالي ده الكلام الصح. يعني الحمد لله بعد ذاك جيت هنا والله تعبت والله اشردت جعت، لكن اخر لقينا الراجل الطيب ده يعني لما انا الحمد لله شغال هسي تاني بعد ده شفت الاجرام ده الله بينه وبينه تبت خلاص تبت كله انا ذاتي عليه الايمان تبت توبه نصوحه تاني بس ناكل من ضراعنا ده بس ما عندنا ده الكلام ضراعنا ده اهم شيء ده الكلام. اشتغل يا اخوي الله يبارك. وكيف انت؟ الحمد لله. ايوه يا معلم انا مش قلت لك الاشكال اللي بتعرفها من الشارع دي تاني ما داير اشوفها هنا يا معلم، لكن ده طب والله اخو اخوان 10 سنين والله. تقال انا ما اعرفه ده منو؟ ده اخطر مجرم تاني ما يجي هنا، ولو جاء هنا انا حاجه اجعك في الشارع، فاهم ولا ما فاهم؟ كويس. ضبه فاضي يا معلم. بمشي في 60,000 داهيه، شوف شغلك يلا. كلام فاضي. يا ساتر يا رب. ان شاء الله ما في عوج يا اخينا. ده منو ده يا ربي؟